حسيت ان هي في البناء الدرامي ونسبتها مناسبه جدا وليها اهميه وبتعكس رايه، يعني واضح ان هو عمل شغل عمل شغل كويس قوي فيما يختص بالتاريخ. وحضرتك اشرت النقطه اللي هي مش بس الوصف، لا الاحساس بالمعايشه والاحساس الانتقال هو ايه؟ قلنا كده هو مش بالتكرار التوالي، هو في الاحداث اللي هي تطورتها ومقدارها موجوده. العناصر المكونه للبنيه الروائيه المتحكمه في عمليه الخلق زي الاحداث والشخصيات والازمنه كلها تناولها بلغه سينمائيه لدرجه ان انا في مشاهد، لو يعني في مشهدين انا شايفه ان ممكن يكونوا خط يعني اخل شويه بالبناء الروائي، ومع ذلك لما ببص لهم بهذه النظره السينمائيه بقول جميله ماشي جدا. الناس بتكمل. في مثلا الانسجام الداخلي طبعا ده بين كل العناصر اللي بنحطها في الحوار الواحد، لان هو اعتمد المونولوج، اعتمد مسرح ودخل السينما واعتمد كمان المونولوج من فلاش باك، دي انا هشرحها باستفاضه في مشهد هو عامله هنا. يعني التوضيح اللي انا عايزه اقوله انه الكاتب بيخلق صور لشخصياته كما بيخلق صوره لزمانها والفضاء، بيخلق صوره للشخصيه وصوره للزمن، صوره مرئيه. يعني لو في يعني كان ناقصه بس عنصر الصوت، وهو مستعين بالاوصاف الحسيه الكامله بتاعته. بحس ساعات كده ان هو عنده البعد الرابع بتاع السينما، لقد كتب بالبعد الرابع، ويمكن هو ده اللي قطع على بعض اللي يقولوا ممكن شويه نبص عليها في النص خط عليها مش بهذه اللغه السينمائيه. في مثلا انا هوضح مثلا المشاهد اللي انا قسمتها في مثلا بالنسبه اللي هو اللي قلت عليه الوصف عبر البؤر وزوايا الكاميرا. عنده الحاجه المهمه قوي وقبل ما المشاهد عنده كانت الرؤيه من الخلف، كأن الكاميرا وصل من الخلف، دي اللي هي الصفحه الاكثر تداولا في اهم المشاهد اللي اثرت فيه سواء في المسرح او في الروايه. زي مثلا كل الروايات اللي فيها مشاهد اثرت فينا وكانت حسيه وكلها رومانسيه، ده الغريب. حتى روميو وجولييت وهي مسرحيه انا لما باجي اطبق عليها الوصف ده بلاقيه كان الكاتب كتب وبصص بكلام من الخلف. اولا دي بيوصف كل العناصر المكونه للمشهد وصف كلي على المستوى الخارجي والداخلي. هو ده اللي احنا بنقصد بيه في السيناريو بالرؤيه من الخلف. السائد هنا بيكون على معرفه شامله ولازم زي المخرج، لا مصور ولا كاتب. احيانا هو في احيان كثيره عايشه في دور المخرج اللي بيظبط كل العناصر دي، لازم يكون على معرفه شامله بمكونات العالم الروائي اللي بيقول انجازه في المشهد ده، مش بس في الروايه كلها، في هذا المشهد. وغالبا ما بتشبه بينه وبين الكاميرا، بتمسح كل شيء تلتقط الا ان العين السرديه بتقدر توصل لعمق السينما ما تقدرش توصل، لان السينما اقصى حاجه باشاره بحاجه. يمكن هوضحها مثال مهم قوي في فيلم البدايه والنهايه. لو قرينا الروايه هو عاوز من البدايه يوصف لي ان عمر الشريف شخصيه الابن اللي هيلتحق بكليه الشرطه ان هو انتهازي ووصول متباعد على وفاته. بالظبط 11 صفحه عمل فيهم الرؤيه دي من الخلف. لما بس النهايه عملها نجح في سنه اسهل من كده. عمل ايه؟ جاء في الفيلم اول 10 دقائق في الفيلم في واحد فرمان غلبان قوي او قهوجي جاي يسلم عليه يقول له ايه بس كافي. راح باصص له كده وبعدين مد ايده راح متردد وسيب هو راح مسحها خلاص اتفتح. فالصعوبه فعلا ان هو خد هذا المعنى ده في اهم مشاهد عندك في تقنيه السيناريو. فالعين السرديه قدرت توصل للاعماق في حين الكاميرا بتفضل مركزه في الصوت. افضل بقى ممكن بالمونتاج بالصوت بالمؤثرات. هو نجح انه يعمل ده وكأن عنده قوه رابعه. المشهدين دول كان مشهد ميلاد فيكا والبنت بتجري في وسط القريه، يعني ممكن نقراه وممكن مشهد الموت، وانا افضل ان الكاتب هو يقول لنا بنفسه ان هم دول اهم مشهدين واهم مشاهد عنده كانت بفكره الرؤيه من الخلف اللي هي الوصف على المستوى الخارجي والداخلي. عمل الرؤيه المصاحبه. الرؤيه المصاحبه بقى دي اللي هي اللي فيها كومبانيونشيب، يعني دي صيغه معروفه قوي في سرد الروايه الحديثه.
شويه اللي بيقدمها. ايوه الراجل بمعنى انه احنا بنفاجئ لما هو بيروي شيء عن شخصيه او بيوصفها هو متجاوز مع الشيء. الاستاذه كانت قالتها واستفاضت فيها باستمرار انه بدليل من هذه المشاعر ولهذا المكان ولاحساس المكان. هي دي الرؤيه المستقبليه. دي اللي حضرتك كتبت فيها كل ما يتعلق بروسيا، بالاحياء، بالاطباء القليله اللي تقع في وصف المدينه التي توحشت اللي دي تخاف منها. دي كلها تمت بالرؤيه المصححه. كان في مشهد المشهد المهم برضه في المشهد فيه الاول في المدينه. انا اتمنى انه الاستاذ مجدي هو اللي يقرا لنا بصوته اللي ده هيكون افضل. مشهد فيه الاول في المدينه كان رؤيه مصححه. هو ماشي معاها بالكاميرا وهي خايفه يا خبر هؤلاء سيدنا ايه اللي حصل ده في البلد وخايفه ومعقول حضرتك استفدتي في الشرح كل جمالياتها فمش هقدر. طبعا الرؤيه من الخارج طبعا ذات كان في الظروف طبعا حضرتك ده من اهم المرجع بتاعنا احنا مش دكتور شريف عارف هو اساتذتنا. الرؤيه من الخارج دي بقى هي الحاجه اللي خلتني يعني اقول بس احد الحاجات اللي كنت اتمنى رفيق كان في حواراته كان بالرؤيه من الخارج. وهنا السارد فيها او كتبنا الرؤيه اقل معرفه من ما تعرفه الشخصيات. ده اللي وصلنا رغم ان هو عارف كل حاجه عن رفيق، لكن هذه الطريقه اللي سرد بيها رفيق وحوارات وبيبص لها في القسم وفجاه تنكر وخد المخاطره وزي واحد خطر ورايح ياخد الطقاره وبيضرب. هنا انا شعرت كما ولو ان السارد وكاتبنا الروايه استاذ مجدي حبيب معرفته اقل برفيق من معرفته برفيق. معرفته اقل بالشقيقه ايونا وكانت برضه زي رفيق. ولا زال عندي هذا الشغف اني اعرف رفيق يعني وفعلا انا وازع كمان النفسيه اللي خرجت الشخصيه ودي اعتقد يعني المدرسه النفسيه هي اللي ممكن بس انا ما اعرفش حضرتك الشخصيه للاسف كما يشاء. احنا في النهايه ما نعرفش الكثير عنه ولا ايه جذب بوليتيكا. وهذا الشخص الذي يسمى بوليتيكا رجل اعمال في مصر دي يعني معناها نظام الاعمال دي كل الكوارث المحسوبه ايوه محسوبه في مصر يعني عشان يصمد ويبقى رجل اعمال. فالترتيب الوصفي ده يعني انا حاولت الاقي ترجمه ليه. يعني اضطريت ان انا اكلم الدكتور مي فوزي معهد السينما عشان يقول لي اسمه الترتيب الوصفي ده. يعني الزوايا ودي من انجح التقنيات وهي الروحيه اللي الاستاذه فاطمه استفادت في شرحها. هي دي التقنيات اللي كانت في النص وهي من نجح السرد الروائي من خصوصيته في العمل ده رغم بساطه الفكره وبساطه تطورها. هي في النهايه هي قصه رومانسيه فيها منحى رمزي بسيط اجتماعي لو هنتكلم عنه بتمشي بالتسلسل منطقي جدا ولا مدري. النهايه بتاعتها العمل برضه لما بنتكلم عليه من الناحيه الكلاسيكيه ما فيهوش وحده الزمن التقليديه. هو في الروايه في اللحظه الانيه واللحظه الانيه متوتره جدا. في اخت احنا مش عارفين هي راحت فين. في كتشعر بالرعب والرهبه من تلك المدينه الشرسه. في كلمات هل هي احنا طول القصه هل هي مؤهله انها تخوض المعركه بتاعت عدد اختها وبيحصل المستقبل ده بقى احنا هنكتشفه ان هي ضمن اصلا ما احنا كنا فاكرين ان هي براءتنا عن التجربه وليست البراءه اللي موجوده في الارنب وفي البقره وفي اي حد ما نقدرش. ودي كانت المفاجاه. يعني انا توقعت ان دي كان ممكن ما تصورش هذه القصه. انت بتطلعت اللحظه الانيه وهي متوتره جدا وفي توتر للاحداث والمافيا والبوليس ودي فعلا حقيقيه قصه المافيا دي. يعني انا من الناس ما كنتش اعرفها واضطريت ان انا اسال وفوجئت ان هذه الكارثه حقيقيه. فعلا ما كنتش اعرف ان مصر احد الرؤى بتاعتها من اهم برضه المشاهد الرؤيه المسرحيه المشهد اللي سكت 143 في اسرائيل مع مشهد الموت مع مشهد ميلاد اخت الحكايه دي اهم واجمل المشاهد العامه. بجانب كمان قلنا الرؤيه من الخلف اللي هي تجيب العناصر الخارجيه
المهم في التقنيات السينمائية طبعا بالذات في مجال التصوير، يعني أنا خدت من التقنيات السينمائية التصويرية، ما خدتش المونتاج ولا القطع اللي هو عن الأصواري، خدت مجال التصوير، لدرجة إن بعض المشاهد تخلى عن الروائي تماما. أنا فجأة قلت أين ذهب الروائي؟ أين ذهب هذا السارد مني؟ المشهد اللي وصل في حتة 80 شرم الشيخ المقطع الثاني، هذا يكتبه مخرج، ده كده مخرج قاعد صفحة 80 يا فندم، المشهد من بداية المقطع الثاني سرد في مصالحها وصف نفسها بالظبط كأنه مخرج دلوقتي، كأنه مخرج معاه السكريبت، شايف الإضاءة وشايف كل حاجة، وخلاص بقى بينحي الكاتب جانبا بتاع الإضاءة بعيد وده، ويبتدي هو هنا المخرج مجد الحليم يبدأ على مدار 3 صفحات سرد في أوصالها وسكنة نفسها بالظبط، واحد بقى بيكتب رؤيته الإخراجية إيه قبل ما يقوم يقول ستاند باي أكشن بالظبط، هي إخراج. عشان كده فعلا يمكن كلنا أجمعنا إن هي تصلح جدا إنها تحول سينمائيا في قبل المناقشة. سرد في أوصالها، أتمنى طبعا الكاتب يقراها لنا، ولو جزء أنا أتمنى يعني إن هو أكيد هيقراها بصورة أفضل مني. ده مش شغال من صفحة 80 ممكن حضرتك تيجي هنا؟ صفحة 80 بداية من المقطع الثاني. سرت في أوصالها وسكنت نفسها وسط ضريب الفتيات الفرحات بهذا الطقس الرائع. انتهينا جميعا من إجراءات الوصول ثم حملهن الباص للمنتجع القابع في قلب خليج نعمة بسلاسة. تم تسكينهن في غرف مزدوجة، وطلب منهن الرجل أن يضعن مقابلهن في الغرف ويستقبلن ملابسهن ثم يعودن بعد نصف ساعة إلى غرفتهن. هبطت بعدها الفتيات إلى الباب يتواتبن بقفزات نشيطة من شدة الفرح والسعادة، واصطحبهن الرجل إلى شاطئ البحر تحت برجولة كبيرة. عقد معهن اجتماعا وطلب منهن الإصغاء التام لما سيقوله، وأعطاهن التعليمات الصارمة: لا تبادرن المنتجع تحت أي ظرف، لا تخرجن خارج بواباته إلى الحدائق المحيطة، لا تسرن فرارا، لا تتعرفن على أحد أو تصادقن أحدا، لا تتكلمن على الإطلاق حتى داخل الغرف عن وجهتكن القادمة إسرائيل. يجب أن تعلمن أن المنتجعات هنا دائما ما تعد بالشرطة السرية ورجال الاستخبارات، وأي خطأ منكن سيتسبب في القبض عليكن على الثبوت والقبضكن في السجون. حضرتك يعني قول لنا ايه الوصف اللي حصل للبنات، وصلوا فين وممكن يصبح في الماء او يعني ملخص ماذا حدث؟ وهيعيشوا بقى في الاوتيل؟ طلب منهم ان هم يعني يعيشوا حياتهم ببساطه جدا، ولكن يعني بشكل طبيعي عادي، ولكن يحذروا يعني خوفهم من وجود رجال شرطه سريه واستخبارات ان انتم طالعين في رحله تهريب لاسرائيل، وبالتالي يتوجب ألا يعرف أي شخص، وبالتالي لا تتحدثن مع أي أحد بريء ولا تكن أي علاقات أو تعليمات فالبنات طبعا هو أعطاهم تعليمات وغادر المنتجع. بعد منها بمجرد ما غادر البنات بصوا لبعض نظرة لها مغزى فعلى الفور في ثوان معدودات كنا قد خلعنا ملابسهن ووثبنا في المياه. مشهد خارجي بعد المشهد الداخلي داخل الاوتيل. يعني احنا دلوقتي امام حاله بعد الحرب، بس انا ليه عايزه اوضحها ان هي دي وقفت قدامها حضرتك، ده مشهد يعني بالظبط مشهد سردي وصف للحاله. احنا دلوقتي هو وصف لنا وصفه فين بالظبط. احنا في السيناريو لما بنكتب بيبقى بالمنظر ده، الحوار قال لهم التعليمات هتعملوا هتخلوا، يعني هذا النص حينما سيتم تحويله الى عمل سينمائي محتاج تعديلات بسيطه.
والسيناريو اللي ما يعرفش يعني السيناريست اللي بيفشل عندها يبقى في مشكله عنده في تقنياته. اتنين داخلي، كانوا الاول داخلي في الاوتيل، خارجي بقى دلوقتي هيطلعوا ينزلوا في انا بالظبط شايفه قدامي المخرج بقى ده السكريبت النهائي بيبقى في ايد المخرج بعد الاضاءه او بعد واعتقد هو ده السر اللي خلانا ان احنا نستمر مع ان احنا شايفين هي سينمائيه الوضع. منين بقى؟ اللي هي كل نجيب محفوظ كان كاتب سيناريو قبل ما يبقى كاتب سيناريو عظيم. مجموعة كلها الكل يسمع كلمات أو ينمو على كلمات ما عداهما غادرتهم بنظرتها وتابعت الفتيات وهن يسبحن ويلقون في الماء، ولكن بعد قليل وجدت نفسها دون أن تدري تلتفت وتنظر إليه من جديد. حوار ذاتي من المشهد الخارجي في الآخر هو مشهد تصويري لا علاقة له بالسرد الرواية، سكريبت كامل. ربما بنوع من الفضول بعد أن تفحصته جيدا بدا لها أنه في نهاية الأربعينات أو ربما في بداية الخمسينات يبدو عليه الوقار والهدوء من الجائز جدا أن يكون مصريا، ويبدو أنه بمفرده لا أحد معه، لا علاقة له بالسرد الرواية. ثم التفتت عنه ونسيت أمره. مرت الساعات وخرجت الفتيات من الماء ثم جلسنا حول بيكا يتسامرن ويلتقن ضحكات عليه. بعد قليل تركنا الشاطئ وذهبنا جميعا إلى المطعم لتناول الغذاء، وبعد الانتهاء منه صعدنا إلى الغرف مباشرة للراحة وأخذ القيلولة التي استمرت حتى المساء. خرجنا بعدها لتناول طعام بعد العشاء، وفي المطعم جلست الفتيات على طاولتين متجاورتين في أحد الأركان، وكانت بيكا تجلس على رأس المائدة ظهرها للحائط ووجهها في مواجهة الفتيات وباقي المطعم. أثناء العشاء مع الفتيات كانت نظرتها في المكان كما فعلت في الصباح على الشاطئ. لفت نظرها نفس الشخص جالسا بمفرده أيضا يتناول عشاءه في عجالة، ثم همت الخروج من المطعم. تابعته بعينيها وحددت وجهته ثم سألت نفسها لماذا أسرع؟ حوار ذاتي ما معلش من عمالة الفكرة بتاعته. لكن شيئا ما في داخلها كان ينجذب إليه، لم تستطع تحديد كونه، ربما جذبها لكونه وحيدا مثلها أو لكونه منطويا كما هي. بعد أن انتهت من العشاء خرجت والفتيات من المطعم، كلهن أردن الذهاب إلى صالة الديسكو ليرقصن معا، أما هي فتخيرت أن تتمشى قليلا ثم تتبعهن لصالة الديسكو. توجهت بتلقائية مكتفية الإثر حتى وصلت إلى حمام السباحة. لم يكن من الصعب العثور عليه، وقد كان هو الوحيد الذي يجلس بجوار حمام السباحة ينفذ دخان سيجارته في هدوء. مرت من أمامه، وكانت هذه هي المرة الأولى التي لاحظها فيها، فتابعتها عيناه حتى غابت عن نظريه. انضمت بعدها بيكا للفتيات وأكملت السهرة معهن في صالة الديسكو، كلهن رقصن وحاولن نجري بيكا معهن لكنها رفضت واكتفت بمشاهدتهن حتى ساعة متأخرة من الليل. غادرنا بعدها صالة الديسكو وأوجهنا مباشرة لغرفتهن للنوم. بالنسبة بقى لزمن العودة للماضي، حتى العودة للماضي تقليد الصورة السينمائية، الصيغة السردية السينمائية يمكن هي من أجمل الحاجات اللي موجودة في الرواية أو أجمل الإسمات اللي موجودة. العودة للماضي هنا ما كانش استقرار، ما كانش فيه استقرار من الأحداث ولا الخارق اللي يقدر يعملها. الماضي حصل عن طريق تداخل بين الزمن، لأن الرواية كلها بتدور في اللحظة الآنية. الماضي تداخل عبر الفلاش باك، تقنية الاسترجاع، يعني أنا الرواية بتاعتي كلها دلوقتي هي في الأرض، فبتسترجع الماضي فلاش باك.
تداخل مع الحق. المشاهد اللي هي بترجع بتفكر على نفسها فلاش باك. البدايات اللي هي في القطر، بنعرف نشأة ليها بنعرفها ازاي؟ هي في القطر، اللحظة دي حاليا هي في القطر. اتس فلاش باك، الاسترجاع. تقنية الاسترجاع دي تعتبر سنة ايه؟ تقنية بحتة من سنة الدراسة. يعني اللي أقصده إن الرومان كان يتداخل مع أحداث الحاضرة عبر الفلاش باك. فهي في القطر اللي هو دلوقتي أو هي في الأوتيل بتفتكر حاجة تانية. صح، كان بيعمل قطع ويرجع تاني للماضي، يعمل قطع ويرجع تاني للماضي. يعني الكاتب وكأنه يقودنا للموت بطريقة غريبة. الماضي لا يتواجد إلا في الحاضر، والحاضر يتواجد في الماضي بشكل ما وقابل للرواية. ومعرفش ليه الطريقة، يعني هي الطريقة السردية دي فعلا لو كانت الكاتب من الوقوف على تفاصيل الشخصيات المعلنة والمخفية. يمكن عرفنا كتير عن أصالة فيكا وعن طبيعتها النقية من الفلاش باك، لأن الروايات بدأت رواية القطر وراح أدور على أختها الرحلة دي. حاجة تانية، الفلاش باك ده هو اللي ممكن شوية الشخصيات اداها شيء من العمق، لأن الشخصيات مبنية ببساطة أوي، أو كل البداية الرواية كانت ببساطة دي ومفهومش التعالي. يعني عادة الأدباء أعمالهم الأولى بيجيبوا رغبة استعراض عضلات وتجريب وتقنيات متداخلة وأساس متخالفة، لكن أنا أحيي في هذه البساطة وهذه الكلاسيكية والعودة ليها، وقد احتاج هذه نجيب محفوظ في العديد من الأدباء. هي شجاعة بالضبط، هي الشجاعة. وعلى فكرة كل الأدب الروسي حتى أنتم شجاع كان حينما لما رفض يحضر دراسته كان تولستوي هو يعني اعتذر عن النماذج، فقالوا له ليه؟ يعني هل انت شايف ان ادبه مش مهم؟ هل بالعكس هو اكبر من ان انا اروح دراسه هو عالي وبيحتفظ بالتفاصيل البسيطه. هل يمكن مثلا ان اوصف ان بيتر ذهب ليقابل ايفانوف فاحكي عشرات الصفحات؟ بيتر قابل ايفانوف ذهب لهذه الصفحات، وهي دي يمكن سر عظمه الادب الروسي وسر تماسك مع معظم الحياة الإنسانية دلوقتي. هي اللي حضرتك اتكلمت عنها في المدرسة القديمة زي شكسبير، دي شخصيات عايشة، كل واحد فينا فيه حتة من أهله، كل واحد فينا فيه طموح هذا الشخص، كل واحد فينا فيه خنوع وفيليا بعض الشيء ورومانسيتها حالنا كده وحالنا. هي الحاجات التي لا تمت عايزاها هو تختار منها الرومانسية، أما تختار الرومانسية ولا حب دي دسيم هيفضل يعني هيفضل عايش لآخر الزمن. أول بقى الكتاب، ومعرفش ليه أنا الكتاب أول ما ابتديت أقرأ أول حاجة كانت المقدمة فيها يعني في ميلودراما خفيفة اللي هي شوية زي أفلام زمان الكلاسيكية، زي خلايا في مسائل كذا، في مسائل دهية بفتح الباء وليس بكسرها. فبيقول للناس أخطاء، بعض الناس يحتارون في أخطائهم وبعض الناس تحتار أخطارهم فيهم، منهم من تسخر منهم الأخطار وتسخرهم لها، ومنهم من يسخر من أخطاره ويسخرها لها، وبين هؤلاء وهؤلاء تسير الدنيا بحلوها ومرها، تقبل على البعض وبسخاء وتقبل من البعض وغيره. أنا هنا حسيت هذه الرواية ستكون كلاسيكية، ومعرفش ليه أول ما قريت الصفحتين دول فضل مسيطر على أي حاجة مريضة بحاجة. بجد فعلا الأجواء الروسية اللي هتسيطر عليها بعد كده أنا من البداية سيطر عليا حاجة غريبة جدا، فكرة أو فلسفة البيت عند باريس والوطن عند النظارة الخارجية. هي متوقعت إن ألاقي حاجة قريبة منها وحدث. كان دايما باريس بيقول إن حياتنا هي رحلة إلى البيت، كل شيء ياخدنا إلى البيت. فيبدو أن فيكا كان عليها أن تعود إلى البيت اللي فقدته بوفاة والدها، فقدته بشر زوج الأم، فقدته بأختها اللي ماتت، فكان عليها أنها تعود للبيت. بس يا ترى البيت بتاع فيكا إيه؟ افتكرت أول ما ذكر ذلك كان عنده حاجة مهمة أوي في خصائص شعره وكتابته المصرية اللي هي لا تقل أهمية عن شعره على فكرة. يعني ذات أهمية، معرفش
كتير من الوقات يغفلوا عن الكتابات المصرية. الوطن عنده كان صورة ذكر في أي قصيدة في أي موضوع يتكلم عنه ألاقي فيه الحب، الثدي، اللبن، الأرض، الخصوبة، الشمس، الهواء. أول ما يتكلم عن الدولة تتحول الدنيا إلى الزمن المعدني والصفيح، ورواياتكم من ورقة يد كبير والأربعين كأنتم والدولة الصفيح علبة السردين التي يحتاج المواطن فيها إلى قرار حتى يطير شعر حوته. رجعت حسيت إن هي الوطن الفكرة اللي حضرتك قلتيها إن هي هتموت، هي رجعت للبيت بفكرة أو فلسفة باريس الألمانية بكل حاجة. بس هل يا ترى البيت ده زي ما كان بيقول البيت اللي احنا هنرجعه زي ما احنا ولا هنرجعه مختلفين؟ دي رجعت مختلفة ودي كانت الخبرة. صحيح. أنا كنت حاسة إن هي هتكون شخصية سلبية جدا، خاصة إن هي تعيش البطولة في أي فيلم بتعمله بشكل تلقائي بشيء من الأمور وكأنها رجعت إلى وطنها أو بيتها الطبيعي. هذا الزمن الأعدامي الذين أوقع النظر كان بيوصفها في شعرية سردين وفيها كثرات وشغالة معدنية، هي تصف لها، هي هتعود بيت. كانت رحلتها اللي حضرتك قلتيها القطر أنا افتكرتها هي بيت لبيت. هي خرجت لموسكو ورجعت بعد كده موسكو إلى بيتها اللي هو إن هي حالة الوفاة دي أمام هي بسبب صنع لبعض القرآن زائد ولا ممكن ذلك. أنا شايفة يمكن التقنية السينمائية دي خليته شوية يدينا أبعاد من الشخصيات تمثل فئات اجتماعية أكبر منها. تلك الفئة بريئة مثلت فئة اجتماعية زي حالة التراجيديا أو الدراما حل موقف أكبر. الفئة اللي هي اليتيمة والإنتويشن اللي هي الثورة الصناعية على فكرة لا زالت بتدخل الناس، لا زالت الحياة الحديثة بتدخل الناس. هي لازم تبقى الحياة الفكرة الذكر مش الفكرة بمعنى ان هي فلاحة أو سابقة، لا الحالة الذكر الذين بتدمر الظروف الاقتصادية الحالية اليوم كذلك هي ممتازة ما عدا رفيق. لن أعرف ما هو الموقف الأكبر أو حتى يعني كم كنت أتمنى ولو أن هناك فلاش باك في حياة رفيق واحد من تلك الفلاشات باك الشتاء ولا في الشخصيات ولو بحاجة بسيطة. لا ما فتحش زاوية يا رفيق. لا ما فتحش. يعني لازال عندي هذا الشغف رفيق. في حاجة ثانية برضه واحدة كده سريعة. لا خالص. بص رفيق انا رفيق راجل انسان رفيق يعني عنده الانسانيه. انت على فكره ما بتبقاش بقى كتير بس رفيق في كتاب لا هي مصرة. انا مصرة. يعني ازاي بلد عايز لا هذا رأي القراء مش رأيي انا بس. ما هو انا احيانا برضه انا قارئة. ايه كنهته رفيق ده والنبي اصلا؟ لا انا قارئة برضه اليس لي حق ليه عمل كل ده؟ يعني مفتاح واحد للشخصية او وتقنية الفلاش لا اصل انا كشفت رفيق وبعد ما كانت دكتور شريف انا هقول لك مين رفيق. يا ريت مش هسيبه هو يقول، انا اللي هقول لان انا عرفته. انت عرفته. احنا كده عملنا زي فيلم الرجل الثاني. انا مش الراجل الاول. مجدي انت رفيق. هو دايما يمكن حاجه برضه تذكرتها لان في طبعا استاذتنا يعني لم تترك لنا مجال ان نتحدث فيها عن اشياء اخرى ما شاء الله. يعني غطت الروايه هي شامله بقى وعيه وتنم عن خبره ورائده ادبيه خاصه. في كتاب مهم قوي اسمه رسائل الى روائي الشام يتحدث فيه ماريو فجار سيوسا بيقول نصيحه يعني كانه بيتخيل انه يتحدث مع روائي الشام. مش عارفه ليه فكرت الجمله دي وقمت ادور على الكتاب وقعدت اترجمها فعذرا للترجمه الرديئه. بيقول هناك تقنيه شديده الخصوصيه اسميها مجازا بالدميه الروسيه ماتريوشكا. الدميه اللي هي فتح وهي دميه تحمل بداخلها عده نسخ منها لها
مطابقة في الشكل، لكنها فقط تظل تصغر وتصغر في الحجم حتى تصل إلى أشكال متناهية باستمرار. العروسة المشروشكا دي هو بيتكلم عن إن في تقنية شديدة الخصوصية قوي سهلة جدا لكنها خادعة. وقد يعني ترفع الأديب ب7 سنوات أو تماما. الدنيا بتاعته بداخلها عادي النسخ اللي حتى في الحسين بيعملوها الأيام للعروسة وهو عريس صغيرة. هي نفس الشكل ونفس الشبه لكنها تختلف في الحجم. وكانوا بيحذروا تماما أنهم إذا تم بشكل ميكانيكي السبب إذا تم بأن القصة تتولد عن قصة تتولد عن قصة تتولد فلاش باك عن فلاش باك، لو تم بشكل ميكانيكي سيفقد العمل أصالة. فأنا النقطة دي يمكن اللي خلاني أقوم أدور عليها العناوين. العناوين كانت مباشرة وكانت مستنسخة مطلع المحطة أو المحطة الفارقة الثانية. الثانية الأولى المباشرة. المدينة. بشكر. بعد المدينة شرم الشيخ واحد شرم الشيخ 2. اليوم الأول والثاني. اليوم الأول اليوم الثاني. اللحظة الفارقة الأولى. عناوين زمنية. اللحظة الفارقة صحيح. زمنية وشعوري كأنها زمنية. صح جدا. وجالها هناك أشياء إن هي ما تقفش عند المرحلة دي وأن الكاتب بتأثير نجاح النص بيفكر في الجزء الثاني سريعا وهو ما أصدر فيه لنا في الخارج. أنا رفضت. أحسن أوقع عليه مما حذر به ماريو بادارسي كان أفكر الجملة دي درجة أنا طلبت النت عشان أدخل وترجمتها وأنا قاعدة. لا مش هنسى الفكرة الثانية وكده مع التقنية بسيطة وذكية تختلف في الحاجة وتتولد من بعض، لكن ترفع العمل اللي فوق الحمد لله عدتنا بالظبط. لكن أخشى أن ممكن بقى الفضاءات اللي كنت حابب تقولها أو المساحات الأخرى في العمل السينمائي، وعلى فكرة ده مش محتاج كاتب سيناريست معتمد، هي تعديلات بسيطة. بس كده بس يمكن أتمنى إن أنا أكون أضفت طاقم حاجة وعذرا على الإطالة يعني. هو بس سامحني تقولي الدكتورة نهى بتعتب على العناوين على أساس إن أنا اخترت عناوين زمنية. يمكن أنا معانا في النقطة دي، بس أنا في اختياري للعناوين الزمنية أنا كنت يعني عايز أوصل القارئ معايا على إن إحنا في سباق مع الزمن. هيكتشف الكلام ده في نهاية الرواية لما تموت البطلة، فإحنا كنا بنسابق الزمن يعني صراع مع الزمن. عشان كده اخترت كلها عناوين زمنية. اللحظة الفارقة الأولى، اللحظة الفارقة الثانية، حتى ختمت بآخر فصل اللي هو اللحظة الفارقة الرابعة والأخيرة. هل أنا نجحت إن أنا أحسس القارئ إن إحنا في سباق مع الزمن قبل ما تموت؟ عايزين نلحق أي معلومات منها قبل ما تموت ولا رجال؟ هي دي النقطة اللي أنا كنت أسأل عليها. أنا بشكر حضرتك. أولا بشكر الدكتورة نهى جدا على المداخلة النقدية القيمة، وعايزة أقول لحضرتك إجابة السؤال حضرتك كانت في كلام الدكتورة نهى إنها ما وصلتش، وحضرتك ككاتب بررت ده لينا، ولكن هناك قراء آخرين لن يجدوا هذا المبرر للأسف. هو كتير مش لاقيين المبرر ده. فكان أفضل إن ما يبقى يعني الأفضل أن يجد القارئ المبرر في الرواية من غير ما يلجأ للكاتب أبدا، وهي ما لقيتوش. ونجح في الحوار الداخلي وعمل جو حوار او اتنين. انا كقارئة عايزة اعرف مش عايزة مكاشفة تامة ومش عايزة اكون بس مسالك يعني مسالك الشخصية يعني. بالظبط. هو الحقيقة احنا هنستمع للرؤية النقدية للدكتور شريف الدياري يمكن نعرف مين رفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله مساءكم بكل خير وبكل حب.
أنا بشكر الظروف اللي جمعتني دي الأستاذة الدكتورة فاتن والأستاذة الدكتورة نهى والدكتورة زينب، وبشكر الظروف اللي جعلتني أتعامل مع خطاب سردي